أنا عايزة أحكي لكم عن حاجة غيّرت حياتي كلّها، مش كلام دعاء ولا وعظ تقليدي، دي تجربتي الشخصية، تجربتي مع الصلاة الإبراهيمية. أنا كنت تعبانة أوي، أحيانًا باحس إن أنا مش قادرة أتنفّس، حاسة إن الدنيا كلّها فوق صدري، كنت بادعي من قلبي بس ما فيش استجابة، كنت حاسة إن ربنا مش سامعني أو يمكن سامعني بس ما بيردش عليَّ. يومها كنت قاعدة على الأرض، عمّالة أصلّي وأنا عمّالة أدمّع وأعيط، ما كانش في ولا أي حد حواليّا. كنت حاسة إن حواليّا بس همومي. في يوم جالي تليفون من واحدة قريبتي، كانت كبيرة في السِن، كان صوتها هادي وأنا باحبها جدًا. قالت لي: "عارفة، أنا عارفة كويس أوي إنِّك تعبانة، بس جرّبي تصلّي على النبي، الصلاة الإبراهيمية خصيصًا، كل يوم 100 مرّة، وشوفي ربنا هيعمل إيه." بصراحة أنا ضحكت، قُلت يعني هي دي اللي هتحلّها؟ بس كان في حاجة جوايا بتقول لي أجرّب، وأنا بصراحة كنت وصلت لدرجة إني أجرّب أي حاجة، وابتديت أقول بالراحة وبدموع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأول مرة بصراحة ما حصلش حاجة، بس قلبي كان دايما يقول لي أكمل. تاني يوم قلتها تاني، وتالت يوم، وفي اليوم الرابع حصلت لي ما أقدرش أسميها غير إنها معجزة. جالي اتصال من شغل كنت قدمت عليه من 8 شهور، قدمت كذا مرة في خلال ال8 شهور وكل مرة كنت باترفض، بس المرة دي اتصلوا بيّا وقالوا لي: "إحنا محتاجينِك حالًا." بالنسبة لي ده كان شغل العُمر، مرتبه خيالي بالنسبة لي. سمعت المكالمة وفضلت ساكتة، وبعدين سجدت لربنا وقعدت أعيط، مش عشان الفلوس، عشان ربنا سمعني. أخيرًا حسيت إني مش لوحدي، ومن وقتها وأنا بدأت أفهم إن الصلاة الإبراهيمية مش بس ذكر، دي مفتاح وبوابة كبيرة، بوابة للاستجابة، للراحة، للرزق وللتغيير. كنت في ليلة بعد صلاة العشا أقفل على نفسي وأسيب نور صغير أوي، وفي هدوء وأبدأ أقولها: